نموذج أم النرجسية موجود كتير قوي، اللي بيبقى عندها في الأغلب طفل مميز، وساعات كتير بيبقى الولد، ساعات بتبقى البنت بس في الأغلب بتبقى الولد، والبنات بتهملهم إهمال كبير، بل بالعكس بتعاملهم كعدو وبتحاول تكسرهم على قد ما تقدر. وانخرجوا عن طاعها، وبكلمة هنا خرجوا عن طاعها يعني أصبحوا أفضل. هي عايزاهم أسوأ لكن بيحاولوا يكونوا أفضل أو يعملوا حاجة كويسة، بيبقى ده بالنسبة لها مشكلة كبيرة. هي بتبقى عايزاهم محلك سر، هم بيبقوا السكيب جوت أو كبش الفدا بتاع البيت. لو حاولوا إن هم ينجوا من الوضع اللي هم فيه ده، بيبقوا بالنسبة لها عاقين. وهنا بنلعب اللعبة اللي بتتلعب مع كتير من الأبناء اللي الآباء والأمهات المسيئين بيستخدمهم. احذروا هذه اللعبة البشعة اللي بيلعبها الآباء والأمهات المسيئين مع أولادهم، إن هم يستخدموا المجتمع كمحرض على أولادهم، المجتمع اللي حواليهم. بمجرد ما الأب والأم المسيئين دول، أي حد فيهم أو لو كان هما الاتنين، لما يسيئوا لأولادهم وأولادهم يقفوا يرفضوا الإساءة، بيعتبروا ده عقوق وبيحرضوا اللي حواليهم عليهم. دي بنت عاقة، ده ولد عاق، دول مش بارين بأبوهم وأمهم. تلاقي الأم، خصوصا الأم النرجسية، إهانة، تقليل من الشأن، تحطيم، محاولة إفساد كاملة لحياتك. ومجرد ما انت تقولي لأ، هتبقي الابن العاقة. وما أجراكم وإنك تدوق من هذا الكاس، إنك تقيد صوابعك 10 شمع لأمك المسيئة علشان ترضى عنك وتحبك. تبقى بتعمل كل في وسعك عشان تحبك زي ما بتحب ابنها التاني، تعمل كل ما في وسعك، ولكن يتقابل ده بعنف وكره، بغضة تامة وإساءة. فلما تقفي في وقت تقولي كفاية، خلاص أنا مش هبذل مجهود في الاتجاه ده تاني، أنا تعبت من الإساءة دي، بيتقال عليكي ابن عاقة. وخصوصا البنات كتير بيعانوا، الولاد كمان بيعانوا، بس البنات كتير قوي في الحتة دي، خصوصا مع الأمهات. يتقال عليكي ابن عاقة وتحرض اللي حواليها تجاهك وتسيء إليكي، عشان مش معقول انت اللي هتطلعي الصح، لازم تكوني هي الصح، تطلعي ابن عاقة، مع ان في الواقع هي اللي أم مسيئة.